أنا كنت فاكرة إن الأم المثالية هي الأم اللي ابنها ما بيشوفش شاشات خالص، وبعدين اكتشفت إن ممكن يكون ابني بيشوف شاشة كل يوم وبرضه أكون عملت الصح. لو أول مرة تسمعوني، أنا دينا دويدار، وده بودكاست قعدة أمهات. السؤال ما بيبقاش هو أنا ابني بيتفرج على شاشات ولا لأ، السؤال الحقيقي لما ابني بيتفرج مين اللي بيختار هو هيتفرج على ايه وبيحدد امتى يبدأ وامتى يخلص. انا قبل ما اخلف كنت داخلة الامومة بقائمة طويلة جدا من القرارات، مفيش موبايل مفيش تلفزيون، والسكرين تايم لو حصل يبقى في اضيق الحدود. وبعد ما خلفت اكتشفت ان الحياة الحقيقية مختلفة شوية عن كتب التربية، لان في يوم هتكوني محتاجة تستحمي، في يوم هتكوني بتحضري الغدا، في يوم المواعين متكومة، وفي يوم كل اللي نفسك فيه إن تفضلي قاعدة في هدوء 5 دقايق بس، وساعتها ممكن تفتحي كرتون. بس ده مش معناه إن كل المبادئ اللي دخلنا الأمومة بيها اترمت في الزبالة. بالعكس، بدأت أسأل نفسي سؤال أهم: طالما الشاشة دخلت حياة ابني، إزاي أخلي وجودها في حياته ليه معنى؟ مش بس قد إيه بيتفرج، لكن كمان هيشوف إيه. وسألت نفسي هو أنا إيه اللي محتاجاه في المحتوى اللي عايزة ابني يشوفه، ولقيت إن أنا عايزة 3 حاجات. عايزة محتوى باللغة العربية، لأني مؤمنة إن أول 3 سنين في عمر الطفل إحنا محتاجين نبقى مركزين أكتر على تنمية مهاراته في اللغة العربية، لأن أنا ضد إن الأطفال يبقى عندها 3 و4 سنين وكلامها كله بالإنجليزي ومبتعرفش تتكلم عربي. تاني حاجة كنت عايزة محتوى يكون بيقدم قيم كويسة جدا للأطفال، تعلمهم حاجة مفيدة، ويكون فيها جزء ديني بيتقدم من خلال قصص وحكايات تخليه يحب المحتوى، ما يحسش إن هو في حصة. وبعد تدوير كتير لقيت فعلا محتوى جمع كل الحاجات دي مع بعض، والحقيقة إن أنا نفسي بقيت بحب حلقات وأغاني معينة فيه. ومع الوقت بدأت ألاحظ حاجة مهمة جدا: ابني بقى بيلقط كلام منهم، كلام وتعبيرات وأحيانا جمل كاملة، واللغة العربية عنده بدأت تقوى بشكل واضح جدا. وطبعا أنا مش هقول إن الشاشة لوحدها هي اللي عملت كده، لا، أنا كمان كنت بتكلم معاه طول الوقت، بوصف له كل حاجة بنعملها، بسمي كل الأشياء بأسمائها، وبكلمه حتى قبل ما أتأكد إن هو فاهم. لكن نوع المحتوى اللي كان بيسمعه كان جزء من البيئة اللغوية اللي حواليه، وده خلاني أفهم إن المحتوى نفسه بيفرق. بس في حاجة تانية كانت بالنسبة لي مهمة زي اختيار المحتوى، وهو الوقت. من البداية الشاشة كان ليها وقت، مش إن هو يتفرج لحد ما يزهق، ومش خد الموبايل وأنا هشوف أنا هعمل إيه، لأ، وقت محدد. لما الحاجة من البداية تبقى مرتبطة بوقت، الطفل بيبدأ يفهم إن الشاشة هي نشاط من ضمن الأنشطة اليومية بتاعته، ومش حاجة مفتوحة طول اليوم. وده عمل فرق كبير جدا، لأن لما الشاشة تبقى متاحة في أي وقت وبعدين فجأة نحاول نسحبها، الموقف بيبقى أصعب بكتير. أنا طبعا مش بقول إن تحديد الوقت هيمنع كل نوبة غضب، لأ، في أيام هيعترض، في أيام هيطلب زيادة، وفي أيام هتضطري تتفاوضي معاه على آخر 5 دقايق كأنك بتتفاوضي على اتفاقية سلام دولي. بس مع الوقت بقى مفهوم عنده إن في وقت للشاشة وفي وقت بتخلص فيه. ولحد النهاردة أنا ابني عنده سكرين تايم يوميا، ومع ذلك مش شايفة إنه متعلق بالموبايل. ممكن يكون بيتفرج على حاجة بيحبها جدا ويزهق ويسيبها ويجي يقعد معاه. لو قدامه لعبة بيحبها أو أنا وباباه بنلعب معاه أو مسافرين وعلى البحر، الشاشة ببساطة بتختفي من يومه تماما. وبالنسبة لي هو ده الاختبار الحقيقي، مش إن الطفل ما يعرفش الشاشة، لكن إنه يعرف يعيش من غيرها. التكنولوجيا مش هتختفي، إحنا ممكن نمنع الموبايل النهاردة بس مش هنقدر نربي طفل في عالم ما فيهوش شاشات. فأنا مش عايزة أربي ابني على إن التكنولوجيا وحشة لازم نهرب منها، ولا عايزة أسيبه والتكنولوجيا هي اللي تربيه بدالي. أنا عايزة أعلمه ياخد منها الحلو ويعرف يسيب الوحش. وأعتقد دي واحدة من أهم مهارات التربية في الزمن اللي احنا عايشين فيه. مش كل حاجة مفيدة لازم نمنعها لمجرد إنها شاشة، ومش كل حاجة ممتعة لازم نسمح بيها لمجرد إن أنا ابني مبسوط. احنا كأهل دورنا مش إننا نلغي التكنولوجيا من حياة أولادنا، بس دورنا إن احنا نعلمهم يستخدموها من غير ما هي اللي تستخدمهم. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة
من قعدة أمهات.